ربما يعرضها الآن على الشاشة مباشرة ويعلق عليها الأستاذ عبد الله. هذه طبعا من البرامج الموجودة التي تقدم في القنوات، قنوات الرافضة، وننظر هذا الحجاب الذي نقول نحن أولى به. نحن أولى بهذا الحجاب. انظر كيف لا تخرج حتى قضية العنق والشعر لا يخرج. هذا اللبس يكون موجود عندنا حتى في بعض القنوات الإسلامية. وقنواتنا الإسلامية للأسف الشديد عندها الكثير من التساؤل في هذا الأمر، بل ربما أننا نقول بعض القنوات الإسلامية لا تخرج الحجاب أصلا. صحيح. ونحن على الحق وهم على الباطل. وهذه طبعا لا ننتقل إلى بعض القنوات، انظر إلى اللبس القصير للأسف الشديد، ولا يوجد أصلا حجاب. الحجاب غير موجود. يعني ثقافة وجود الحجاب أصلا في برامج الأطفال في القنوات الإسلامية وهم محل العتب. يعني لم نأتي بقنوات أخرى، إنما نقول القنوات التي هي منا ونحن منها. وهو الآن تنبيه منا لهذه القنوات. يعني انظر اللباس القصير الواضح فيه، ناهيك عن خروج الشعر والرقصات، الأذرع، الصدر. ثم ننتقل الآن إلى جانب أناس عندهم انحراف في عقيدتهم، ومع ذلك نجد الاهتمام في قضية الأطفال. هذا نشيد خاص لديهم في قضية الاحتجاب. هذه فتاة صغيرة لم تتحجب والبقيات متحجبات. هذا النشيد أصلا يتحدث عن أهمية الحجاب ويدعونها إلى الحجاب. نعم، وهي الآن يدعونها إلى الحجاب، أقنعوها بالحجاب ثم جاءوا لها طبعا بالحجاب. ها هي الآن تلبس هذه قناة شيعية، قناة رافضية. نعم. هذه الآن تلبس الحجاب. انظر كيف احمرت أيديهم بالتصفيق لها وتشجيع على هذا الأمر. وأقول هذا أيضا مما نستفيده نحن في هذه النقطة فقط في مجال تربية أولادنا على التشجيع. نحن ننتقل الآن أيضا إلى الحشمة عند أطفالنا. يعني هذا الآن الفتاة خرجت للسوق، يعني مو في البيت، وإن كان نحن نرفض قضية حتى لبس هذا في البيت وإخراجه في قناة فضائية، لكن هذا الآن في السوق. لا يوجد حجاب لدينا، وهذا ما نربي عليه أبنائنا، لأن الأطفال حتى في البيوت يرون أن هذا هو النموذج، أن القناة إسلامية تأخذ صبغة شرعية، ناهيك عن اللبس القصير، خروج السيقان للأسف الشديد، خروج الشعر. يعني هل هذه الملابس ملابس تليق بقناة إسلامية؟ يعني تدخل بلاد المسلمين. نعم، نقول هذا من الخطأ، ربما يكون غير متعمد في القنوات الإسلامية. يعني هو وقع عفو الخاطر، هو غير مقصود، لكننا نتحدث عن تذكير لإخواننا، تذكير للإخوان. وجانب آخر، هذا هو الآن نموذج هنالك يعني يقدم، وهم على كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لسنا على الحق وهم على الباطل. فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. يعني اهتمام دقيق بمسألة الحجاب، حتى أن الشعر لا يخرج، الشعر لا يخرج وهي دمية. هذا أيضا الحجاب لديهم لا عنق ولا شعر